تعالوا بقى شوفوا ايه اللي حصل لي النهارده وطلبات جوزي اللي ما بتخلص. عايزه اقول لكم النهارده عملت عظمه، عملت كنتاكي بطريقتي احلى من كنتاكي نفسها، والله العظيم معديه الجمدان. صلي على الرسول وحط لي لايك وكومنت بتاعك القمر. نزلت بمعلقه سكر ومعلقه كاري، تمام، من كل حاجه معلقه كبيره، ومعلقه بابريكا مدخنه، وكمان معلقه شطه. طبعا هحط كمان هوت صوص دلوقتي لان احنا عايزينها سبايسي، معلقه فلفل اسود كبيره لان انا معايا فرختين، تمام، ومعلقه توم باودر، ومعلقه كمان بصل باودر، تمام، اهو، معلقه كبيره، معلقتين يا بنات، بس حطيت من الكاري معلقه. وهنحط كمان جنزبيل معلقه برضو كبيره ان انا معايا فرختين. واهم حاجه السكر لان هي هتطري معانا الفراخ. معايا بقى بودره زعفران، ومعايا حوالي 4 ورقات لورا. يبقى معلقه كاري، معلقه فلفل اسود، معلقه بابريكا، معلقه شطه كبيره، معلقتين توم باودر، معلقتين بصل باودر، معلقه جنزبيل، معلقه اللهم صل على النبي، اسمها ايه، بودرة زعفران. وحطيت كمان ورق لورا. بتنزلي بقى بميه ساقعه وبتظبطي الملح بتاعك، تمام. هتجيبي بقى السر بتاعك اللي هقولك عليه دلوقتي، علبه رايب كبيره اللي هي حجمها كبير. بص، عايزه اقول لكم الخلطه لحد كده تقدري تعمليها، بس دي الرايب بيطري معاكي الفراخ، بيخليها بيضه من جوه، وكمان انك انت ما تكونيش مقلقه منها. طيب احنا نعمل بقى الفراخ طبعا حاجه عملتها لها محلول النقع مع نفسي لان انا عملتها معاكم كتير، وقطعتها على 8 وبنغزها كده بالسكينه. ولو الدبوسه بتاعتك كبيره، لا، نغزيها حتت كبيره علشان لما تيجي تقليها تستوي معاكي. طيب الرايب بقى ده فايدته ايه؟ الرايب ده اللهم صل على النبي بيطري الفراخ. هنا الحته دي كانت الجلد اصلا كده كده مقطوعه، فقلت هتزودني بقى في التحمير، رحت شايلاها. فقلت ايه، انا دايما بعملها معاكم وعملتها معاكم بكم طريقه، بس عايزه اقول لكم والله العظيم الطريقه دي، شايفين شكلها عامل ازاي؟ الفراخ بيضه من جوه وكريسبي وريحتها فيها طعم. عايزه اقول لكم حاطه كمان مثبت طعم جايباه من عند العطار، هتحطي نص معلقه. عارفين الطعم والريحه بتاع كنتاكي؟ والله العظيم، بس دي على نظافه بقى، على ميه بيضه، ريحه وطعم وجمال. عايزه اقول لكم في الخطوه دي كنت جبت هوت البتاع ده، صوص الشطه اللي هو السايله، ورحت حطيت منها حوالي 4 5 معالق مع معلقه الشطه، احنا عايزينها سبايسي. عملت بقى الحكايه دي، عايزه اقول لكم من يومين 2، والله العظيم كل ما تقعديها في التلاجة الفراخ بتطرى معاكي وبتشرب من التتبيلة وبتبقى خطيرة. هتلاحظوا بقى انتوا كده. عايزه اقول لكم عدى يومين، جبت الدقيق عليه 3 معالق نشا كبار، عليه نفس التوابل اللي احنا حطيناها في خلطه الفراخ اللي هي توم باودر، بصل باودر، جنزبيل، بودره زعفران، كاري، ملح، فلفل اسود، تمام. واهم حاجه النشا بتاعتك. وحطيت كمان مع الدقيق 3 معالق كبار اللي هو هوت صوص، احنا عايزينها سبايسي شويه. وجبت طبق فيه ميه ساقعه من البراد وحطيت فيها مكعبات تلج، وبنعمل كده الكفر. واهم حاجه انك انت بتنطريها كده علشان يديكي شكل الفراخ، تمام. عايزه اقول لكم بجد بجد يا بنات خطيره. عملت كمان اللهم صل على النبي سلطه كول سلو، بس بقى ما نزلتلكوش الطريقه. بعد ما منتجت الفيديو نسيت ان انا ايه، ما نزلتلكوش الطريقه. بس هي عباره عن جزر بشرته، حطيته في الكبه، وكابوتشا اللي هو الكرنب يا بنات اللي هو الابيض الصغير ده. ورحت جايبه نص كوبايه مايونيز، عليها 6 معالق سكر، عليها اللهم صل على النبي معلقتين خل، و وقلبت الحاجات دي كلها مع بعض، اللي هو المايونيز مع السكر مع الخل، وبشرت الكرنب والجزر وحطيته مع بعض. وعايزه اقول لكم برضو كان بقاله الحكايه دي 24 ساعه، لان كل ما تعملي الكول سلو وتحطيه في التلاجة بيتشرب وبيطرى كده وبياخد من الطعم وبيبقى حكايه. هقدمه معاكم في الاخر وهتشوفوا الشكل. وطبعا لو عايزين بقى طريقه الكول سلو عندكم في القناتين تقدروا تجيبوها، بس انا قلتها لكم يعني، هو مايونيز سكر خل، تمام. وجبت بقى يا بنات بطاطس، قلت بقى اعمل كده طبق. انا عايزه اقدمها زي المطاعم. انا دايما يعني ببقى مركزه قوي ان انا لما اعمل غدا، اعمل عزومه، بحاول جدا جدا ان انا اركز في شكل التقديم. بحب الحكايه دي قوي، ان انا اقدم لهم الاكل كانه جاي من بره وبنفس الطريقه. فاهمين قصدي؟ جبت الكايزر لان بروستد يعني هناكله اللي هو العيش الكايزر، مش عيش بلدي طبعا.
عايزه انت بقى ممكن تجيبي الفراخ دي تعمليها، على فكره ممكن تعملي جنبيها مكرونه سباكيتي، مكرونه عاديه بصلصه، ممكن تعملي معاها رز بسمتي، ممكن تعملي معاها بطاطس محمره زي ما انا عملت وسلطه كول سلو. يعني تقدري تبدعي. لو عندك بقى انت اطفال، فانا انصحك مثلا ايه، في اطفال تحب المكرونه الاسباجيتي وكمان عشان يشبعوا، في اطفال تحب البطاطس، فاللي يريحك. انا بديكي فكره، واللهم صل على النبي. وانت عليكي بقى تعملي اللي يريحك. غسلتها بقى كويس وقطعتها، وقلت ايه يعني، عايزه اقول لكم كمان الفراخ عشان بقالها يومين في التتبيله، اللهم بارك، بجد خطيره يا بنات. طعمها قدمت معاها كاتشب اللهم صل على النبي والهوت صوص. اعملوها بجد. يعني انا بشوفكم بنجيب فراخ وكده بس مبقاش عندنا افكار، لا اعملوها بروستد في البيت. انا عايزه اقول لكم الاربع قطع والله العظيم سالت عليهم في KFC، او قالت لي 6 قطع، قالت لي ب 800 جنيه. انا اتصدمت، اقسم بالله اتصدمت. ليه؟ ده الفرخه كلها على بعضها عامله 150 او 140 جنيه. 8 قطع ولا 6 قطع ب 800 جنيه؟ ده ليه ان شاء الله؟ ما ناكلش حاجه من بره. وعايزه اقول لكم منضفاها بدقيق وليمون وخل ولوري والحاجات العطريه اللي بنحطها في الميه، والفراخ بسم الله ما شاء الله. حط عليها كده، كده هنا كنت بدوق جوزي. عايزه اقول لكم بصوا شكلها عامل ازاي. هي من شويه كانت الاضاءه وحشه، ما تعرفيش تخيريها عن بتاعه بره، بس طلعيها على شبكه كده عشان تنزل كل الزيت وكتري النشا عشان تبقى معاكي كريسبي ومقرمشه. وبس يا جماعه، اسفه على التاخير. عايزه اقول لكم كلكم وحشتوني، وعايزه اقول لماما سميه البقاء لله، ربنا يجعلها اخر الاحزان يا رب. والله انا كنت قلقانه عليكي، كنت دايما بقول يا رب يكون المنع خير. فربنا يطمني عليك يا ماما سميه ونور و... ونوره، نور ونوره. انا كنت وعداكي يا نوره ان انا اقول اسمك في الفيديو اللي جاي، فعايزه اقول لك بحبك قوي ونورتيني. نوره اللي من اسماعيليه، صح صح كده. فعايزه اقول لكم والله بحبكم كلكم في الله. ونور بقى، نور حسام، انت فين؟ انا متهيالي اخر فيديو نزلته ما شفتلكيش اي كومنت، طمنيني عليكم. قولوا لي بقى بتتابعوني من اني بلد، وقولوا لي ايه رايكم في فكره غدا النهارده، وبتعملوها بالطريقه دي ولا ايه؟ ده كان غدانا. حبيته كده. بصوا شايفين التقديم، وحطيت كمان صوص الشطه. يعني عايزه اقول لكم البواسير في ذمه الله، وكاتشب بقى وبطاطس. واديله ادي يا اختي، اديله ادي، وكمان جبنه بيبسي. عايزه اقول لكم انا اكلت طبق الكول سلو ده اول حاجه، بجد حلو قوي. انا بحب سلطه الكول سلو قوي. بصوا بقى الشكل، نحط بيبسي. انا بقى عايزه اقول لكم ولا اكلت كايزر ولا اي حاجه، اكلت طبقي كده حاف والله، الفراخ مع البطاطس مع صوص الشطه، كترت الشطه النهارده قوي. وكلت طبق الكول سلو، قلت ده حلو قوي. وسايبه بقى الفراخ في التتبيله، قلت بقى مش عامله اكل في اي وقت اطلع واحمر منها. بحبكم في الله، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.